تعظيم سلام العالم تحت جمهورية مصر العربية. 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 عيب كده يا بنات، العالم ليه احترام، ويلا بسرعة الطوابير دخلت الفصول، انتوا لسه واقفين؟ ايه يا بنات، عيب كده، لازم نحترم بلدنا، واثناء تحية العالم نكون واقفين باحترام. انت مالك؟ انت مالكيش دعوة، انت زيك زينا. لا ده انت كمان اقل مننا، وانت ايه حشرك وسطينا؟ احنا نهزر نلعب شيء ما يخصكيش. يا بنات، بلدنا ليها حج علينا، وأبسط الحقوق دي إننا نحترمها، مش بس في المدرسة لكن كمان في كل مكان، زي الجناين والحدائق العامة والشوارع كمان نحافظ على نظافتها. طب بس ما تعمليش فيها مصلحة اجتماعية، انت مش هتغيري الكون والناس، احنا كده مبسوطين ومش هنتغير. يعني البلد دي مستفيدين منها ايه؟ وبعدين شوف عيوبك انت ومالكيش دعوة بغيرك. لا، حسب على كلامك، كفاية الأمان اللي احنا عايشين فيه، والمشاريع الحلوة اللي بتتعمل عشان خاطر بلدنا، زي مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وشبكة الطرق العملاقة اللي اتعملت وحقول الغاز الجديدة والكهرباء والصرف الصحي وغيرهم كتير. بلدنا مليانة خير. عندك حق يا أميرة في كل كلمة بتقوليها، بلدنا أحسن بلد في الدنيا، بلدنا فيها خير كتير ومش هنلاقي أحسن منها أبدا. الوحدة زهقت خلاص، بس كده تمام، هروح بالليل على اللعبة على طول. لا يا أختي، أنا هروح الأول أكتب الواجب وأذاكر شوية، وبعد كده ألعب وأتنطط براحتي، أو أقرأ كتاب أو قصة مفيدة. يا أختي، قرأت إيه وكتبت إيه؟ أنت هتستفيد منها إيه يعني؟ لا طبعا هستفيد وكمان هفيد، لما أذاكر وأكتب واجبي هقدر أوصل في يوم لحلمي، ومستقبلها هيبقى أحسن، وكمان هفيد أهل بلدي بدراستي وعملي. يا ترى مين فيهم الصح؟ مين اللي قصدك فيهم؟ أنا محتارة. أنا لما أروح البيت هتكلم مع جدتي حبيبتي، وأكيد هي اللي تعرفني الصح من الغلط. ازيك يا جدتي؟ عاملة ايه؟ وازاي صحتك؟ انا كويسة يا بنتي، مالك شكلك زعلانة ليه؟ محتارة يا جدتي، النهاردة واحنا بنحيي العلم البنات كانت مش واقفين كويس وبيعملوا حركات مش كويسة، وأميرة اتكلمت معاهم وهم ما سمعوش كلامها واتريقوا عليها. لا يا بنتي، أميرة عندها حق، ولازم نحترم بلدنا ونحافظ على كل حاجة فيها، وكل واحد واحدة فينا لازم يعمل اللي عليه وما يقولش أنا مالي، ونحافظ على الممتلكات العامة، وننظف شوارعنا قبل بيوتنا، ونفصل الزبالة عن بعضها، وناكل على قد احتياجاتنا، ونشتغل بضمير. ماشي يا سارة؟ تمام يا جدتي. ازيك يا جدتي؟ عاملة ايه؟ وحشتينا قوي. أهلا بيكم يا ولاد، أخباركم ايه؟ احنا كويسين ومعاك مبسوطين، والحكاياتك الحلوة متشوقين. يلا احكي لنا حكاية وتكون فيها غنوة ورواية، ماشي يا جدتي؟ يلا احكي لنا بسرعة، ما تشوقناش اكتر من كده. حاضر، الصبر شوية، بالراحة عليا. هحكي. محتارة ليه يا جدتي؟ يلا احكي لنا حكاية بقى. ايوه يا جدتي، احكي لنا زي ما عودتينا كل يوم حكاية جميلة من حكاياتك المفيدة. هحكي لكم النهاردة حكاية عن طفلة زيكم، يعني تقريبا في سنكم. مالها الطفلة دي؟ هي فزورة ولا حكاية؟ الصبر شوية، الحكاية جاية لكم جاية. كانت الطفلة عايشة ومش عايشة. ايه عايشة ومش عايشة؟ فسري اكتر واحكي كمان، يلا بسرعة، يلا اوام. ايوه يا جدتي، يلا احكي لنا وعرفينا ايه اللي جرى وحصل لها. الطفلة دي من ذوي الهمم. يعني ايه من ذوي الهمم يا جدتي؟ يعني معاك زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان. كانت رجلها مشلولة، بس كانت بتحب التعليم، كانت بتحاول انها تبقى من الشاطرين، بس محدش حاسس بيها.
ولا مع أصحابها ولا في مدرستها ولا حتى في بيتها. يعني في مرة قالت لأصحابها: أرابيلا، مستر جيلا، إي واي، شرباي. ازيك يا فادية؟ ازيك يا سامية؟ ازيك يا ليلى؟ انت عايزة ايه؟ وبتنده علينا ليه؟ ممكن ألعب معاكم؟ لا طبعا مش ممكن يحصل. هو انت تقدري تجري في يوم؟ ولا حتى اهلك يوافقوا انك تروحي رحلة معانا تقدري تتنططي ويانا؟ انا انت ايه؟ يلا امشي يا شاطرة، لما تبقي زينا ابقي تعالي العبي جنبنا. لا خلاص، مش لازم ألعب، لكن هروح أتكلم معاهم علشان أشارك في حفلة المدرسة. ايه ده؟ هي جاية تاني علينا ليه؟ معلش يا بنات، أنا عايزة أشارك معاكم في الحفلة اللي جاية. ايه اللي بتقوليه ده؟ ما ينفعش طبعا انك تغني وتشاركي معانا في الحفلة. طب ليه ما ينفعش؟ أنا هروح أقول للمدرسين. روحي وانا واثقة انهم مش هيوافقوا ابدا ابدا. يا مس، أنا عايزة أطلب من حضرتك طلب ان شاء الله. عايزة أشارك معاكم في الحفلة. تشاركي ازاي يعني؟ انت مش شايفة نفسك ولا ايه؟ أنا بعرف أغني حلو خالص. تغني ايه برجلك دي؟ وتقفي ازاي قدام الناس وتتحركي؟ لا طبعا ما ينفعش خالص. يلا يا بنت بلاش دوشة. ايه ده؟ اعمل ايه يا ربي؟ ها اهرقي بقى، مش انا قلتلك انهم مش هيوافقوا؟ انت لازم تكسفي نفسك يعني. يلا يا شاطرة امشي بقى بعيد. الطفلة حزنت يا ولاد، حتى كمان في مدرستها بيعملوها بجسوة، وسمعتهم بيقولوا عليها: البنت دي ايه؟ جايبينها في المدرسة هنا ليه؟ مش قادرة تجري وتتحرك وعاملة فيها الفرود. هو احنا ناقصين هم؟ ما كفاية غم برجل ونص وعايزة تشارك في الحفلات. قال سيبك انتوا مدينا اهتمام قوي كده ليه؟ تعالوا نشوف اللي ورانا. مع انها شاطرة لكن ما حدش بيديها فرصة تشارك حتى في الحفلات. ها يا حبايبي مالكم؟ يعني ايه؟ اما لو شفتوا اهلها كمان بيعملوا معاها ايه؟ احكي يا جدتي بسرعة وكملي. الطفلة في يوم راحت تطلب من امها وابوها: يا امي يا ابويا، نفسي بالحب تعاملوني، نفسي تدوني حريتي شوية. ايه اللي بتقوليه ده؟ زيك زي اخواتك، يمكن اخواتك ليهم فايدة عنك، اما انت واخدين منك ايه؟ مش كفاية بنعلمك وبنصرف عليك؟ واكل مأكلينك ولبس ملبسينك، ناقصك ايه؟ عايزة اتكلم معاكم، نفسي اعبر عن اللي جوايا، احكي لكم عن مشاكلي وهمي وفرحي كمان. نفسي العب، نفسي انمي مواهبي، نفسي في مدرستي تسألوا عني، نفسي افكر بحرية، نفسي اشارك، يبقى ليا دور. ايه اللي بتقوله ده؟ يا بابا يا حبيبي، انا عايزاك تيجي تحضر الحفلة بكرة عندي في المدرسة، انت وماما حبيبتي. ده انا بغني وامثل وبجري واتنطط في العروض الرياضية، لازم تيجوا علشان تفرحوا بيا. من عناد، انت دايما مشرفاني ورافعه راسي يا بنتي. وانا تاخدوني معاكم اكيد، بس لازم تجيبولي لبس جديد. ماشي يا بابا يا حبيبي؟ تمام يا سكر بابا. وانا يا بابا ممكن اطلب حاجة؟ لا طبعا، يلا خليها تمشي من قدامي، ولا اقول لكم انا هسيب لكم البيت احسن. خدني معاك يا بابا يا حبيبي. تعالي يا نين بابا. وانا يا بابا مش هروح معاكم. وانا اقدر على ذلك يا اخر العنقود انت. اسمعي، لما ارجع الاقيها نسيت الكلام الفارغ ده. يلا يا بنت بلا هم وكفايه عناد. الطفلة خدت ركن لوحدها وراحت تغني وتبكي وتقول: يا صحابي يا مدرستي عايزاكم كلكم، محتاجة لرعايتكم منكم كلكم، محتاجة القلب صافي، ده أنا قلبي بيحبكم. قلبي يا ناس حزين من ظلم السنين، قلبي يا ناس حزين من ظلم السنين، من غدر الليالي وابكي يا عين، من غدر الليالي وابكي يا عين، وابكي يا عين.
يا صحابي يا مدرستي عايزاكم كلكم، محتاجة رعايتكم منكم كلكم، محتاجة القلب صافي، ده أنا قلبي بيحبكم. عقدي من سنين جرحي كبير، عقدي من سنين جرحي كبير، لكن رغم ألمي أقدر أكون أمين، لكن رغم ألمي أقدر أكون أمين، أقدر أكون أمين. يا أمي يا أبويا محتاجة لحضنكم، يا صحابي يا مدرستي عايزاكم كلكم، محتاجة لرعايتكم منكم كلكم، محتاجة القلب صافي، ده أنا قلبي بيحبكم. خلوني أنا أعيش، ده أنا ما يهمنيش، خلوني أنا أعيش، ده أنا ما يهمنيش، وأقدر بكرة فيتكم وعقدي ما تعبنيش، وأقدر بكرة فيتكم وعقدي ما تعبنيش، وعقدي ما تعبنيش. يا أمي يا أبويا محتاجة لحضنكم، يا صحابي يا مدرستي عايزاكم كلكم، محتاجة لرعايتكم منكم كلكم، محتاجة القلب صافي، ده أنا قلبي بيحبكم، قلبي بيحبكم، قلبي بيحبكم. مالك بتبكي ليه؟ انتي خايفة ولا ايه؟ انا وحيدة وصحابي عني بعيد. اصحابك عنك بعيد؟ طيب ليه؟ كملي وقولي. لا، انا هبدأ من جديد. انا كنت طفلة سعيدة، ولكن من يوم ما وعيت ولقيت اهلي بيهملوني، وفي مدرستي بيظلموني، وصحابي من غير اي حب بيعاملوني، وفي اللعب بيرفضوني. كل ده لاني انسانة معاقة. ياه، كل ده شايلاه في قلبك؟ طب تعالوا قوليلي مواهبك، يمكن اقدر بفرصة اساعدك. انا عن نفسي بحب اغني. طب يلا بسرعة يا فنانة نجمع كل انسان وانسانة، مدرستك، اصحابك، اهلك، ونغني ونشرح حالتك. كلام معقول. يلا بسرعة، يلا نقول. من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا نعيش حياة حلوة هنا، من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا نعيش حياة حلوة هنا. من حقي أعيش كإنسان وألعب وأتعلم كمان، من حقي أعيش كإنسان وألعب وأتعلم كمان، وكل دور في الحياة وأعيش حياة المساواة، وكل دور في الحياة وأعيش حياة المساواة. من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا نعيش حياة حلوة هنا. من حقي يا أبويا وأمي وتكون مثل الأعلى يا عمي، من حقي يا أبويا وأمي وتكون مثل الأعلى يا عمي، أكون ظابطة ودكتورة ومحامية فنانة مشهورة، ونغني كلمات في النور توصل للعالم وتقول من
حقنا من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا من حقنا نعيش حياة حلوة هنا. أنا عارفة إني مختلفة لكن أقدر أكون وياكم. أنا عارفة إني مختلفة لكن أقدر أكون وياكم. يا صاحبي تعالى وجرب، مش راح تندم قلبي فداك. يا صاحبي تعالى وجرب، مش راح تندم قلبي فداك. من حقنا من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا من حقنا نعيش حياة حلوة هنا. من حقنا من حقنا نكبر ونحلم كلنا، من حقنا من حقنا نعيش حياة حلوة هنا. يمكن بغنوتي قدرت تسمعوني، يمكن حتى فهمت تفهموني. سامحينا يا بنتي، احنا حقيقي غلطنا في حقك، لكن من النهارده هنساعدك، مش بس تاكلي وتشربي لكن عن رأيك تعبري، نتناقش نتكلم مثلا، وكمان تحكي لنا على مشاكلك، وفي مدرستك راح نسأل عنك، وكمان هنوديك النادي تلعبي تجري وتنمي مواهبك، وفي المكتبة تقري وتتعلمي علشان بكرة وبعده هتكبري وتعلمي أولادك أكتر إن العلم سلاح في الإيد وفي مستقبلهم بكرة يفيد. واحنا مدرسين مدرستك مش هنكون بس أساتذة تفهمي درسك تكتبي واجبك، لكن هنكون ليك اخواتك وحياتنا راح تبقى حياتك، وهنبقى كده متواصلين مع أهلك متمنيين إنك تنجحي وتكوني دايما على طول من الشاطرين. هنحبك من قلبنا وهتبقي زي بنتنا. اما احنا من الوقت اصحابك هنكون بالحب اخواتك، نلعب سوا مع بعض ونجري في المدرسة وكمان النادي. أصحابك هم أصحابنا واخواتك يبقوا اخواتنا، مش هنسيبك ابدا يوم من الصبح لغاية النوم. واوعي تزعلي خالص مننا، انت بقيتي ساكنة في قلبنا. نفسي يا ابويا يكون ليا دور في العالم ده واكون مشهورة، اتكلم بكل صراحة من غير ما اخاف ابدا يوم، وساعتها حياتها تكون مرتاحة. صح يا بنتي وعليكي نور، لازم يبقى لك في حياتنا دور وسط اصحابك وسط قرايبك، وتشاركي ويكون ليكي دور، واحنا هنديك الحرية وتفكري 100% قبل ما تاخدي اي قرار، لازم تحسبيها صح وتتمهلي، فكري صح وراعي ضميرك قبل ما تأذي شعور غيرك. بكرة هتكبري وتكوني إنسانة ليها مستقبل، قولي فنانة دكتورة مثلا ولا مهندسة. بس ما تنسيش ان لبلدك حق عليك، كمان كل انسان حواليكي زي ما تاخدي لازم تدي، علشان بلدك تكبر تعمر والمستقبل هيكون اجمل. من النهاردة هنغني دايما ونقول لكل الارض، ذوي الهمم ليهم حقوق زي كل انسان على الارض، مش تحت شرط يكون معاقة رجلين او ايدين او اعاقة ذهنية او بصرية، لكن المهم اننا نتعامل اخوة سوية. الله 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 الدنيا الحلوة، الله الله وكلامكم أحلى وأحلى، الله 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 الدنيا الحلوة، الله الله وكلامكم أحلى وأحلى. يلا نغني سوا مع بعض غنوة تهزي كل الأرض، يلا نغني سوا مع بعض غنوة تهزي كل الأرض. حقها تلاقي الحب تحبي وتتحب، حقها تلاقي الحب تحبي وتتحب، حقها تلاقي الحب احساسها بالعالم حاجة تانية. من حقها الاقي الحرية صحابي من الناس دي، من حقها
صحابي من ناس دي، من حق الاقي الخير في حياتنا البسيطة دي. يلا يا مدرستي يا صحابي، يلا يا اهلي يا احبابي، يلا يا مدرستي يا صحابي، يلا يا اهلي يا احبابي، نزرع شجر الخير في قلوبنا الحلوة الهنية، نمشي وياكم مشواركم وندوس على اسواق ايامكم، نمشي وياكم مشواركم وندوس على اسواق ايامكم، غنوا لا يطير العالم كله بخير، غنوا لا يطير العالم كله بخير، العالم كله بخير، العالم كله بخير. ايه رأيكم يا ولاد؟ حلوة الحكاية؟ حلوة يا جدتي، اتعلمنا منها حاجات كتير، واننا نتعامل مع كل الناس زي اخواتنا، ونعتبر ذوق الهمم هم كمان زينا ليهم حقوق زي ما عليهم واجبات. وانا يا جدتي اتعلمت ان لما اشارك ويبقى ليا دور الناس هتكون مبسوطة بيا، ويكون لي كمان الحرية، بس اراعي الناس اللي كمان حواليا. وانا اتعلمت اتعلم اكتر عشان بكرة لما اكبر هقدر افيد بلدي واهلي، زي ما اخد لازم ادي. انا مبسوطة خالص يا جدتي من الحكاية دي، وان شاء الله بلدنا هتكون احسن واكبر لما كل واحد فينا يعمل اللي عليه. صح، برافو عليكم شاطرين. يلا نشوف جدكم فين عشان ناكل كحك العيد ونلبس لبس جديد في جديد. يلا يا جدتي نقول رسالتنا ونوصلها لكل بيوتنا. لما تحسوا بولادكم بجد وتشوفوا طلباتهم وتزيدوا الود، هتلاقوا حياتكم احسن واسهل. اولادكم مش هم وشيلة، اولادكم عطية ونعمة من السما كبيرة. حبوا اولادكم زي ما هما، هتلاقوا في قلوبكم قوة. خلي صديقك يبقى اخوك، وعامله بالحب يعملوك، وخليك صاحي لبلدك دايما، ود بعرقك واعمل فيها، حارب فيها الارهاب دايما، وابعد عنها اللي بيأذيها. خلي بلدنا تكبر تعلى، والمشاريع بتعمر فيها. حبة حب وحبة عمل، حبة صبر وحبة امل، تبقى الدنيا مفيش زيها. لما الايد في الايد راح تفضل، تبقى بلدنا الحب مليها. صح يا اخويا، صح يا اختي، صح يا ابويا، صح يا امي، وكمان يا اهلي يا مدرستي. خلي الحب يملأ قلوبكم، هتلاقوا الدنيا جميلة، وبقينا كلنا عيلة، ونمارس كل حقوقنا، وحياتنا هتكون لها معنى. الله 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 الدنيا الحلوة، الله الله وكلامكم أحلى وأحلى. الله 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 الدنيا الحلوة، الله الله وكلامكم أحلى وأحلى. الله الله بلدنا تكبر تعمر، الله الله مستقبلنا يكون أجمل. حبة حب وحبة عمل، مصر بلدنا فيها العمل. حبة صبر وحبة أمل، مصر بلدنا هي الأمل. مصر بلدنا هي الأمل، مصر بلدنا هي الأمل.